المحترمين، السيد الوزير المحترم، سؤالنا يتمحور حول الخلفيات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الحكومة عن إصدار المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المنظم للمقالع. السيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، فإشارة طبعا إلى أن قانون 0801 المنظم للمقالع صدر في يونيو 2002 ومن ضمن الصعوبات التي جعلت مراسم تطبيقية لم تصدر إلى وقتنا هذا هي صعوبات موضوعية وجدناها مع المهنيين الذين يسيرون هذا القطاع، هذه الصعوبات التي تبرر إعادة النظر في بعض المقتضيات من هذا القانون حتى يصبح هذا القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع. فمن ضمن هذه الصعوبات عدم وجود مقتضيات تخص المقالع المؤقتة. القانون يتكلم على المقالع وعلى المقالع المؤقتة، والمقتضيات اللي كتهم المقالع المؤقتة اللي هي مقالع مفتوحة لورش معين بحال دابا طريق السيار بدون توجه تجاري لبيع المواد، يجب أن تكون لها مقتضيات ملائمة لهذا الواقع. ثم مثلا موضوع آخر، واحد المسافة اللي كاينه في القانون ديال أفقية ما بين حدود يعني تجويفات والأملاك المجاورة اللي كتجعل على أن هذه المسافة خصها تكون فيها 20 متر اللي كتقلص إلى غاية 50% من المساحة الممكن استغلالها. وأخيرا المدة اللي تركها القانون لتأهيل الشركات الموجودة اللي فيه فقط 6 أشهر واللي تيرهن 20,000 منصب شغل حالي. فبالتالي يعني أخذنا وقت لتحضير يعني نصوص لا مراجعة التعديل للقانون ولا مراجعة يعني النصوص التطبيقية، وهي اليوم يعني جاهزة وأدخلت في مسطرة المصادقة. لكم الكلمة السيد النائب في إطار تعقيب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير. هذا الموضوع كيتعلق بالحكومة ككل. صحيح وزارة النقل والتجهيز جزء من هذه الحكومة، وإن كان هذيك اللجان هي كدير الكتابة الخاصة ديالها. هذا الكلام اللي سمعناه اليوم يعني كيمكننا نتقبلوه قبل واحد الوقت، قبل 20 فبراير، قبل 9 مارس كنا يمكننا نتقبلوه. كان أدبا الشعب يريد، الشعب يريد التغيير، الشعب يريد. شكون هاد الناس اللي مستافدين من اقتصاد الريع؟ الشعب يريد العيش الكريم، الشعب يريد توزيع الثروات بالعدالة بينهم. هاد الشيء دابا هاد المنطق اللي كتفهم من 2002 10 سنين ما خرجش مرسوم. وكاين شي اكثر من هاد الشيء 10 سنوات ما خرجش مرسوم اللي جا في المادة 61. علاش؟ ليبقى النهب، ليبقى الاستغلال، ليبقى واحد العدد ديال الناس هما الذين يستفيدوا، لتبقى الرشوة، ليبقى الاغتناء على حساب مقدرات الشعب، ليبقى النهب وهي جرائم في حق الموارد الطبيعية للشعب. هذا الشيء علاش 10 سنوات لم يصدر؟ بعض الأمثلة. أنا غير في الفريق بغيت غير نجمع بعض. ما قديش يا سيدي الوزير، ما كاينش شي جهة اللي ما فيهاش منكرات. غنبقى لك غنبدا لك بقنيطرة، جهة الغرب سرادة من يحسن هذيك اللي كانوا هذيك الرمال اللي هي الآن تستعمل وتستثمر على الصعيد الوطني. هناك نهب. النواب ديالنا 3 على رأسهم بناني طالبوا الوالي باش يوقف هذاك الاستغلال البشع. هي واقفة بقوة القانون من 1994 ولكن يتم استغلالها. اللي غادي من طنجة ولا غادي من الرباط لطنجة هذاك الشيء منكر كيبقى في الطريق. هنا في الرباط الزعير، هنا في الرباط زمور زعير حدث ولا حرج. في وزان دابا الآن شو الحدث اللي كاين في وزان؟ هو هذاك السيد العامل باغي يوقف هذاك الشيء، ما عرفناش علاش. هو احترموا غير القانون. إذا كان غتحترموا 1914 احترموه، غتحترموا 2002 احترموه، باش نبقاو غادي هكا غير معقول. جهة تمكن السافلات وتحديدا مرزوقة. هناك نهب كبير جدا لمقدرات هذا الشعب وخاصة من مقالع الأحجار الرخامية. هذا الشيء منكر. فإذا شنو بغيتوا؟ غير قولوا لنا شنو بغيتوا؟ شنو بغات هذه الحكومة من هذا الشعب؟ راه خرج كيطالب كيقول اللهم إن هذا منكر، الشعب يريد إسقاط الفساد. إيوا أخويا على الأقل بغيتي الحكومة، حتى الحكومة راه كيهزوها، حتى هي كيقولوا حل الحكومة وحل البرلمان. لأن البرلمان أنا نقول لك السيد الوزير، البرلمان إذا ما قالش هذا الكلام خصو يتحل. حنا كنقولوا لكم وحنا مستعدين باش نديروا وسائل أخرى
ومنها اننا غنلجؤوا للقضاء. كاين الشعب وكاين القضاء، وغادي نوقفوا بالمرصاد لكل من يستغل مقدرات هذا